إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد، بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أدبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياه، ربي في المنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد. إن شئت يا صاحي أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد، بصفات المحمود تعدد كي تصبح إنسان محمد. أشعار المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود التهامي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبيات. مستمعي الكرام، أسعد الله ليلكم بكل الخير. نزلنا معكم ومع أنوار الخصائص النبوية لنبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرحب بضيفي الكريم دكتور موسى العكري الباحث الإسلامي. دكتور موسى أهلا بك. أهلا بكم ومرحبا. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال المدحون في الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الصلاة دكتور موسى، وهذه الآية وهذه الشهادة الربانية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال علماء التفاسير أن هذه هي العبادة الوحيدة التي قام بها الله سبحانه وتعالى أولا ثم فرضها على الأمة الإسلامية. إذا كان هناك أيضا تفرد وخصوصية في منح هذه العطية للنبي الكريم، كيف كان ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين، وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله آمين. لا زلنا نستضيء بأنوار الخصائص المحمدية والكمالات النبوية التي خص الله جل وعلا بها مصطفاه ومجتباه عليه صلوات الله، ويأتي من بين بل من أكبر وأعظم هذه الخصائص أن الله جل وعلا قد خصه وحده دون غيره بصلاته عليه من قبل الأزل إلى أبد الأبد، وخصه بملائكة قدسه عليه وكذا بكافة الملائكة من قبل الأزل إلى أبد الأبد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، والتعبير بصيغة المضارع يصلون يفيد الدوام والاستمرار، بمعنى أن صلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائمة بدوام الله، باقية ببقاء الله. ثم جاء الأمر من الله جل وعلا للمؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لم يوجه الله الأمر للناس كما لم يوجهه للمسلمين. لم يوجه الأمر للناس فلماذا؟ ولم يوجهه للمسلمين فلماذا؟ لم يوجهه للناس لأن في الناس المسلم والكافر، ولم يوجهه للمسلمين لأن في المسلمين المؤمن والمنافق، إنما خص الأمر
بالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، معناها يا خيرة الخلق صلوا على خير الخلق. يعني لا يصلي على خير الخلق إلا الطاهر المطهر الذي طهر الله قلبه وطهر لسانه، إلا الذي عمر الله قلبه وملأه بحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والارتباط بشخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى أن الله جل علاه لم يصلي في البداية على أحد إلا على سيدنا النبي الوحيد الأوحد، ولم يخبر بصلاة ملائكته على أحد إلا على سيدنا النبي الوحيد الأوحد، ولم يأمر المؤمنين جيلا من بعد جيل إلى يوم الدين بالصلاة على أحد إلا على سيدنا النبي الوحيد الأوحد. وهذه كما قلنا في البداية خاصية من الخصائص المحمدية العظمى التي خص الله بها نبينا صلى الله على نبينا. لكن دكتور موسى، كيف نفهم صلاة المؤمنين على النبي وصلاة الملائكة وصلاة الله تعالى سبحانه وتعالى؟ سؤال في غاية الأهمية، لأن كثيرين ممن عنوا بهذا الشأن يقولون في هذا المعنى بأن صلاة الله على النبي بمعنى الرحمة، والصلاة من الملائكة على النبي بمعنى الاستغفار، والصلاة من المؤمنين على النبي بمعنى الدعاء. ونحن نقول لا حجر على فكر ولا مصادرة على رأي، ولكن دعونا نتساءل كيف تكون الصلاة من الله على النبي بمعنى الرحمة وهو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة الله للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وكيف تكون الصلاة من الملائكة على النبي بمعنى الاستغفار وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا مغفرة لمذنب إلا به، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو ليس في حاجة إلى استغفار من أحد، لا من الملائكة ولا من الأنبياء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم باب المغفرة وباب الرحمة وباب التوبة. ثم كيف تكون الصلاة من المؤمنين على النبي بمعنى الدعاء وهو صلى الله عليه وآله وسلم قبلة قبول الدعاء ومفتاح إجابته؟ الدعاء لا يرفع إلى السماء إلا بالصلاة عليه صلوات الله عليه، فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول، والحديث أخرجه الترمذي: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يرفع إلا بالصلاة عليه. إذا هناك معنى آخر لصلاة الله وملائكته والمؤمنين على النبي سيد الأولين والآخرين، وهذا المعنى يتلخص في الصلة والوصال والاتصال، بمعنى أن صلاة الله على النبي لا معنى لها إلا صلة النبي بربه، وصلاة الملائكة على النبي لا معنى لها إلا صلة أهل السماء بالنبي، وصلاة المؤمنين عليه لا تعني إلا صلة أهل الأرض به وعليه. فمعنى الآية: إن أردتم يا أهل السماء، إن أردتم يا أهل الأرض أن تكونوا على صلة ووصال واتصال بالله خالق السماوات والأرض، فليس أمامكم إلا أن تنشغلوا دائما أبدا بالصلاة على سيد السماوات وسيد الأرض محمد رسول الله عليه صلوات الله. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. المولود في ربيع الأول بركته الكون تحول إلى الأفضل، فهو ربيع قلوب الأفضل. اللهم صل وسلم وبارك. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور موسى، أيضا من ضمن المبشرات كما نقول العارف بالله الإمام عبد الوهاب الشعراني يقول عن العارف بالله سيدي محمد وفاء الشاذلي، يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: رأيت سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله،
صلاة الله 10 لمن صلى عليك مرة واحدة، هل ذلك لمن كان حاضر القلب؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا: لا، بل هو لكل من صلى علي غافلا، ويعطيه الله أمثال الجبال من الملائكة تدعو له وتستغفر له، وأما إن كان حاضر القلب فيها فلا يعلم ثواب ذلك إلا الله تعالى. في البداية علينا أن نؤكد على أن رؤياه عليه صلوات الله المنامية ورؤيته صلى الله عليه وآله وسلم اليقظية حق من حق لا شك فيه ولا ريب. فهو صلى الله عليه وآله وسلم القائل، والحديث في الصحاح: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: من رآني في المنام فسيراني يقظة. لكن أنا دكتور موسى الحقيقة أنا استشهدت بهذا القول وهذه الرؤية للإمام العارف عبد الوهاب الشعراني، وهو من كبار العارفين والأولياء، أننا جميعا نحفظ هذا الحديث: أن من صلى على النبي صلى الله عليه 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى 1000 حرم جسده على النار. هذا الحديث يؤكد أن الصلاة لمن كان غافل القلب، يعني 10 حسنات لمن صلى الصلاة وهو غافلا، فما أدرانا من صلاه وهو يمتلئ حاضر ويمتلئ قلبه باليقين والحب للنبي الكريم. طبعا هناك فرق بين من يصلي على رسول الله حبا في رسول الله وشوقا إلى رسول الله وفرحا برسول الله وإعظاما وإجلالا لرسول الله وارتباطا بشخص رسول الله، ومن يصلي على رسول الله لمصلحة، لحاجة، لشفاء مريض، لقضاء حاجة، لسداد دين، لنعمة رزق. طبعا هناك فرق كبير، ولكن يبقى في الحالتين وفي كل الحالات مقبول. نعم، ولكن يبقى التأكيد على أن الأجر والثواب للجميع، وإن كان بدرجات، إلا أنه للجميع، والصلاة من الجميع مقبولة، ليس لأجل قيمة المصلي، إنما لأجل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا من كنت في كتابك وما محمد إلا رسول، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جد الحسنين وأبي البتول وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور موسى، إذا كنا نتحدث عن أن الخصائص النبوية كيف هي إثبات ودليل على ارتباطنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ووجود دور النبي ووجوده في حياة إنسان أمته، الصلاة فقط تؤكد على دوام هذا الدور. فيعني أمهات الكتب وكبار علماء المسلمين والعارفين والأولياء سطروا كتبا كثيرة فقط عن فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نخرج من جملتها أن كل من يريد فضل، يعني من يريد تقوية الذاكرة يصلي على النبي، من يريد الزواج يصلي على النبي، من يريد الرزق في أي شيء يصلي على كل الخيرات، ربط الله سبحانه وتعالى بكثرة الصلاة على النبي الكريم. فهل هناك أكثر من دليل على هذا الدور النبوي في حياة الأمة؟ هناك أدلة كثيرة، ولكن في البداية بارك الله فيك، من المؤكد قرآنا وسنة أن نبينا صلى الله على نبينا هو وهو وحده صلة واتصال كل عابد بربه المعبود، وحلقة إيصال كل ما يهبه الخالق لأي مخلوق صلوات الله عليه. فالله هو القائل من سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. كما أنه القائل من نفس السورة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ثم يأتي قوله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم: إنما الله معط وأنا القاسم. ولنا أن نتأمل هذا القول النبوي. لم يقل إنما الله الرازق وأنا القاسم، لم يقل إنما الله
التواب وأنا القاسم، لم يقل إنما الله الغفار وأنا القاسم، إنما قال إنما الله معط وأنا القاسم. يظهر واضحا لدى كل ذي بصيرة على أنه ما من عطاء إلهي دنيوي ديني أخروي إلا والقاسم له هو سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عجب ولا غرابة. فهو صلى الله عليه وآله وسلم المالك لمفاتيح خزائن الرحمن جل جلال الرحمن، بصريح قوله الشريف في البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان: أيها الناس إني فرطكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي من مكاني هذا وإن الله تعالى قد أعطاني مفاتيح خزائن الأرض والسماء. أكبر وأوسع وأعظم باب يحظى من خلاله المسلم على الفضل الإلهي المحمدي هو الإكثار دائما أبدا من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصلاة عليه صلوات الله عليه باب كل فرج وسبيل كل فضل وعطاء في الدنيا وفي الآخرة، وهي في ذات الوقت تؤكد كما تفضلت على دوام دوره واستمرار وجوده صلى الله عليه وآله وسلم في حياة إنسان أمته. وهذه هي الحكمة التي أمرنا الله من أجلها أن نكثر دائما أبدا من الصلاة والسلام عليه، لنكون دائما على صلة به ووصال معه واتصال به صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، صلاة تجمعني عليه وتقربني لحضرته وتمتعني برؤيته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. وننظر دكتور موسى يعني الحقيقة إلى خاصية أيضا في مجال الصلاة على النبي والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى يضع الله سبحانه وتعالى اليقين في قلب كل إنسان في أمة الحبيب أن صلاته على النبي تصل إليه، وحتى يقر عين النبي بصلاة أمته عليه، خصه بخاصية دون باقي الرسل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. فالملك كما قرأنا في أحاديث وتفاسير أخرى أن الملك يقول النبي الكريم: إن فلان ابن فلان من أمتك يقرئك السلام. صدق رسول الله عليه صلوات الله. نعم، هو صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الموجود حيا في وجدان إنسانه ووجود أمته يسمع صلاة المصلين عليه ويسمع سلام المسلمين عليه، وليس ذلك فقط، بل يبادلهم صلاة بصلاة أجمل، ويبادل سلامهم بسلام أكمل. فهو القائل: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. وهل من يعني لا أقول أقل من الثانية في هذا الكون يا دكتور موسى من لا يسلم على النبي إن لم يكن بشر فهناك الملائكة؟ تعليقا على قوله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، من المعلوم أنه ما من لحظة بل ما من ومضة تمر إلا وهناك ملايين مملينة من الأرواح في السماوات وفي الأراضين تهديه صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يسمع سلامهم وصلاتهم ويرد عليهم. وفي هذا تأكيد على حياته الدائمة الباقية، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم في حياة أكبر وأعظم مما يتصور بشر. ولكن أريد أن أؤكد على أن هناك فرقا كبيرا بين من تبلغه صلاتهم وسلامهم عليه صلوات الله عليه، وبين من يسمعهم صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة يصلون ويسلمون عليه
فيجيب صلاتهم بصلاة وسلامهم بسلام. يعني هناك من المحبون معلوم درجاتهم متفاوتة، يعني لسنا جميعا على درجة واحدة من المحبة. إذا ليس كل من يصلي ويسلم على رسول الله يسمعه رسول الله مباشرة، لا، بنص الحديث الذي تفضلت به هناك من يصلي ويسلم على رسول الله فتكلف الملائكة بحمل صلاته وسلامه وتبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول له يا رسول الله. قال في سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين كانوا دائما أبدا على صلة به ووصال معه حين يعطرون ألسنتهم ويضيئون أرواحهم بالصلاة والسلام عليه صلوات الله عليه، في هذا الوقت لا وجود للملائكة ولا دخل للملائكة، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم يسمع منهم مباشرة ويجيبهم مباشرة. وهذا ما أشارت إليه آخر الآيات من سورة الواقعة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. كأن أصحاب اليمين لأنهم ليسوا في حضرته يرسلون بسلامهم إليه صلوات الله عليه، أما المقربون لأنهم في حضرته فيسمعهم مباشرة ويجيبهم مباشرة، وهذا شرف ما بعده شرف وعز ما بعده عز. اللهم اجعلنا من المقربين. تأكيدا لهذا الكلام دكتور موسى، يعني أتمنى عليك أن تذكرنا ماذا حدث مع سيدي أحمد الرفاعي عندما راح يزور النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حدث أمام كل الزائرين في هذه اللحظة؟ سيدي أحمد الرفاعي وهو صاحب المشرب الذوقي المعروف كان يتحرك شوقا وحنينا إلى تقبيل أعتابه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ظل هكذا زمنا يتمنى ويلح ويرجو أن يأذن الله له في التشرف بهذا الشرف. وبعد سنوات طوال أذن له، فلما حظي بشرف المثول بين يديه صلوات الله عليه جعل يناجي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو على درجة عالية من الفرح والسرور بتشرفه بهذا الشرف. جعل يناجي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. وإذا به يرى يد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم وهي تتفضل وتتعطف عليه من شباك حجرته النبوية الشريفة، فانكب عليها يقبلها وهو يبكي بكاء شديدا وقد جثى على ركبتيه إعظاما وإجلالا للمصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. وآلاف مؤلفة في الحرم وفي الرحاب وفي الروضة رأوا بأم أعينهم هذه المكرمة وهذا التكريم وهذا الإكرام من الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المحب الصادق المخلص. وهذه قصة من الشهرة بمكان، إذ أن الإمام السيوطي قد صنف فيها رسالة خاصة اسماها الشرف المحتم لتقبيل السيد أحمد الرفاعي ليد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه نومة الأشباح قد حضرها فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فامدد يمينك كي تحظى بها
مشرق ومغرب. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. إذا لك أخي المستمع أختي المستمعة، إما أن تكون ممن يصل سلامه وصلاته إلى النبي عن طريق الملائكة، وإما أن يصل سلامك وصلاتك عليه مباشرة وتسمع رد السلام إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يسلمون ويصلون على النبي مباشرة يا رب العالمين. شكري الجزيل لضيفي الكريم دكتور موسى العسكري الباحث الإسلامي. دكتور موسى شكرا جزيلا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا